لا 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 بالعكس. سامعني. عميد الشرطة الممتاز الزهراني عبد الله رئيس فرقة الشرطة القضائية من المنطقة الأمنية حي الحسن. خلال الأشهر الأخيرة لوحظ استفحال ظاهرة السرقات الموصوفة التي طالت عدد من الشقق بأحياء فرح السلام واليونس دارنا والوحدة وغيرها من الأحياء المجاورة. من خلال المشاهدات المعينة المجرات بمسرح الحديث تم استنتاج على أن الجاني أو الجناة يقتحمون الشقق إما باستعمال مفاتيح مزورة أو عن طريق كسر الأقفال، ويستولون على محتويات ثمينة من حلي ومجوهرات ومبالغ مالية، بالإضافة إلى آلات إلكترونية كلوحات إلكترونية والبي سي، مما دفع هذه المنطقة بكل مكوناتها نهج خطة محكمة لتتبع مسار هؤلاء الجناة وبمؤازرة عناصر دائرة بيساسفا. تم تتبع خطوات أحد المجرمين ومطاردته مباشرة بعد على إثر ارتكابه فعل جرم مماثل بفرح السلام، وتم إيقافه وتبين على أنه هو الفاعل الرئيسي بناء على المعلومات المتوفرة لدى هذه الفرقة على أنه يحمل وشم بذراعه الأيسر، وذلك ما تأكد بعد الكشف على ذراعه وسياقته إلى مقر الفرقة وإخضاعه إلى بحث. اعترف خلاله بارتكابه أزيد من 60 سرقة موصوفة، وتم انتقال معه على عجل إلى حي الرحمة قطاع الدرك الملكي حيث يقطن وإجراء تفتيش بداخله، وعثر على مجموعة من المسروقات كما عاينتم خلال عملية التسويق. الضحايا تم استدعاء العديد منهم الذين تعرفوا على مجموعة من المسروقات المختلسة منهم من داخل المساكن، كما تم إيقاف المشارك الذي يسهل عملية تفويت المسروقات وهو على علم بما يقترفه معلم الأمر وهو تاجر المخدرات، وبحوزته كذلك 60 جرام من مخدر الشراء لاحترافيته في الميدان. كما تم إيقاف شخصين آخرين لهم علاقة بالقضية متحصلين بهاتفين محمولين، وتم سياقة الجميع وأخضعوا إلى بحث وتم تقديمهم يومه أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف من أجل تكوين عصابة إجرامية تعدد السرقات الموصوفة، إخفاء أشياء متحصلة من جناية، الاتجار في المخدرات، حالة العود لتقول كلمة في حقه.